السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله ناويين نعمل اول حاجة كده من حاجات العيد، وهي الغريبة. معايا نص كيلو من الدقيق لجميع الاغراض، ومعايا 200 جرام من السمنة بلدي او سمنة نباتي او زبدة اللي موجود عندي، وكمان 100 جرام من السكر البودرة. يلا الاول هنشوف هنعمل ايه. هننزل الاول 100 جرام من السكر البودرة بالشكل ده اهو. لو عندك عجان ممكن تعملي بيه، عندك مضرب يدوي ممكن تعملي بيه، مضرب كهربائي اللي موجود. وهنفضي كمان عليها السمنة بتاعتنا بالشكل ده اهو. انا مستخدمة سمنة نباتي على سمن بلدي اهو. وهنضربهم مع بعض الاول لحد ما القوام بتاعي يبقى ناعم، بعد كده نضيف الدقيق. يلا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. طبعا لو مضرب يدوي يكون اسرع واحسن بدل ما تتعبي نفسك يعني. بقت معايا بالشكل ده اهو، بقت ناعمه جدا وكريميه خالص. هجيب بقى ورقه فانيليا وهفضيها عليها وهنزل بالدقيق بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنزل بيه كله مره واحده. عايزه اقول لكم وانا بعمل بالمضرب تعبت جدا. يلا نشوف هنعمل ايه. هنقعد نضربه حوالي 10 دقايق كده لما الخليط كله يندمج مع بعض. وده شكلها اهو بعد ما انا عجنتها مع. هنعمل التست بتاعها الاولاني اهو. طالما ما بتشققش تبقى هي كده هي العجينه مظبوطه. هسيبها تريح بس 5 دقايق في التلاجة عشان اقدر اشكلها، وبعدين نرجع نشكلها سوا. وده شكله هو انا بقطعه. انا اسفه طبعا ان المقطع ما جاش من الاول، حقكوا عليا. بالشكل ده اهو بعمله على ايدي. المفروض كلها القطع كلها تبقى قد بعضها اهو. وده بعد ما قطعت كل الكميه اللي عندي بقى هشكلها زي ما انا عايزه، بلولي ماشي، بمكسرات ماشي، باي حاجه انت حباها ممكن تحملي فيها اهو بالشكل ده. وده شكله بعد ما زوقته باللولي. هدخله بقى الفرن، يكون متولع مسبقا على درجة حرارة 180، وبعدين نرجع وراه. وده شكلها بعد ما طلعت اهي من الفرن. هنسيبها تهدى تماما عشان نقدر نشيلها عشان ما تتهريش مننا، لازم تبرد الاول. وده شكله اهو مستوي وجميل وشكله لونه حلو ازاي ما شاء الله. طبعا في اللي غامقه اهو، في اللي غامقه اكتر اهي. طبعا سويناها بكل الطرق. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى دي اول حاجه عملناها طبعا لان لسه بدري قوي، فهنعمل ان شاء الله المره الجايه البسكوت. يلا كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. في رعايه الله وامنه. مع الف سلامه. مع السلامه.